لقيتها بتتصل بيا بتقول لي حقني انا بموت. بعض الناس كأجواء تعاطفية يرون أنه الرجل كان فقيد العلم وشهيد العلم. أكتر حد بكيت عليه بعد أمه النظام الطيبات برضو مش حابة كلمة نظام. ليه؟ لأن النظام ده معناها إن في سيستم، في فلسفة، في نظرية علمية. اللي أنا بشوفه إنه هذا التركيبة اللي عاملة بلبلة حاليا هي عبارة عن تجميع من مجموعة مختلفة من الأنظمة، ثم دخلنا في فخ المغالاة والمبالغة. لكن لما تدوري عليها بمنطق علمي، والحقيقة هو سئل كذا مرة عن منطقه العلمي وقال مفيش منطق ومفيش إثبات وأنا البرهان. نظرية الطيبات بقى أو مفهوم نظام الطيبات يعتبر أنبل نظرية وأفضل نظرية شاملة مش طبية بس. ليه هو الراجل ده أنا استبصرت بشيء، يعني حصلت له عملية بقى عنده بصيرة. فهي طبعا شافت حد طلع في الميديا مشهور بيقولوا عليه أستاذ في عين شمس، زارته مرة واحدة بس مع ابني. هو طبعا اول ما دخلوا قال لابني يا ابني سجل، انا بدلدق علم ده للتاريخ، وطبعا منتشي جدا جدا حتى لاخر لحظه. انا مستمره على النظام لاخر لحظه. فالبنت ردت عليها بعد اسبوع تقول لها وقفي جبنه وقفي جبنه، طب النزيف اللي بينزل مني ده هو اخرها وقفي جبنه؟ وبعدين قالت لهم انا لو مت دلوقتي عيالي هيعملوا ايه؟ ففضلت تدور على اي حل بديل بحيث ان هي ما تدخلش كمان. فضلت تشوف فيديوهات على الفيسبوك، ناس بتعالج بالشابة مع القهوة، ناس بتعالج بالأعشاب الطبيعية. لفت شوية يعني لعند لما حد رشح لها الدكتور ضياء الله يرحمه، وقال لها إن هو بيعالج ناس وفي حالات طلعت إن هي اتعالجت وشوفيت على إيده يعني. حتى هو قال لها سجلي الريكورد بحيث إن أنت ترجعي له وقت ما تحبي يعني. فحد نصحنا، قال دكتور برضه يعني، قال العلاج سيبوه لحد يستخدم، إنما هي ما حالتها ديت ميؤوس منها شويه. عند دكاتره كتير ده كان موجود وبيموت ناس كتير يعني. التطبيب بالادويه ما هو كان بيموت ناس كتير. انا ما اقدرش احكم على ناس ماتت عشان هو قال لها وقفي العلاج. ده برضو ما يثبتش ان الطيبات غلط لسبب منطقي برضو جدا، ان الملاحظه المباشره ما كانتش متوفره. طبعا اديهم سكر عادي جدا، نوتيلا، مربى، كل حاجه. وولادي بسم الله ما شاء الله من ساعه النظام مفيش صفر علاج صفر دكاتره. لكن الناس بتقول انه لا، انا بطلت احس بالاعراض اللي كنت بحس بيها. ليه؟ لانه الانذار بتاع السكر ارتفع، انطفى تماما جرس الانذار. ثانيا التسمم والاعتلال العصبي مع قيم السكر العاليه جدا خلى الناس ما تحسش ولا بالتنميل ولا بالشكشكه ولا بكل الاعراض اللي بيحس بيها مريض السكر الغير منضبط. بقينا نشوف ارقام مرعبه عمري ما كنت اتخيل اشوفها في حياتي.